بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنة وانتم بألف خير. الكوبيبة الشامي من أحب الأكلات اللي احنا دايما بنحبها تكون موجودة معانا على سفرة رمضان. النهاردة بقى بما ان اللحمة غالية فاحنا هنعملها بطريقة اقتصادية جدا. هنخلي اللحمة للحشوة وبس، وهنشوف مع بعض ايه هي المكونات اللي احنا هنحطها. هتخلي الكوبيبة تكون ناجحة معاكي، مش هتشقق معاكي في الزيت، وهتكون مقرمشة من بره وطرية كده وجميلة من جوه. وفي نفس الوقت مش علشان هي اقتصادية مش هتكون طعمها حلو، بالعكس هتكون حلوة جدا زي ما انتوا شايفينها كده، يعني بتتكلم عن نفسها. بجد طعمها حلو قوي، ريحتها تجنن. مش مكلفة خالص، وان شاء الله بإذن الله الطريقة النهاردة تعجبكم. ويلا بينا نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. اول حاجه كده هبدا بيها، معايا هنا كوبايه ونص من البرغل الناعم، ولازم يكون ناعم. بنفس الكوبايه هحط كمان كوبايه ونص من دقيق السميد برضو ناعم. تمام كده، هقلبهم كده مع بعض. وبعد كده انا محضره بقى معايا ميه بتغلي، ميه سخنه بتغلي. دول كده يعتبروا 3 كوبايات، واحده ونص برغل ناعم وواحده ونص من دقيق السميد. هحط عليهم 3 كوبايات من الميه المغليه، برضو بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها. هقلبهم كده علشان اتاكد ان الميه دخلت في كل جزء كده من المكونات اللي انا حطيتها. تمام كده. بعد كده بقى هغطيها واسيبها اقل حاجه كده ساعه، لحد ما البرغل والدقيق السميد يشربوا كل الميه، ويعني ينفشوا كده وحجمهم كده يزيد، ويبقى كمان البرغل يكون طري معايا. في الوقت ده كده هحضر بقى معايا الحشوه بتاعتي. حطيت كده معلقه من السمنه على البوتاجاز، ومعايا بقى بعد كده بصلايه يعني متوسطه كده مفرومه فرم ناعم. انا هستخدم ربع كيلو بس من اللحمه المفرومه. طبعا انت هتقدري تستخدمي يعني الكميه اللي تناسب افراد اسرتك. انا بالنسبه لي الربع كيلو اللحمه كفه معايا، وزيت كمان منه في الكميه اللي انا عملتها دي. اشوح بس كده البصلايه دقيقه بس كده، وبعد كده هنزل على طول باللحمه المفرومه. وعايزه النار تكون عاليه، مش عايزه اللحمه تنزل الميه بتاعتها، علشان عايزاها تكون طريه معايا كده وحلوه. رشيت كده عليها رشه من الفلفل الاسود، وهبتدي اعصج اللحمه بالطريقه العاديه بتاعتنا خالص. خلاص كده اللحمه استوت معايا واتعصجت. دلوقتي بقى هبتدي ابهرها. حطيت عليها كده الملح المظبوط، حطيت شويه من بهارات اللحمه، وكمان حطيت شويه من الكمون. وطبعا احنا كنا رشينا في الاول كده فلفل اسود. مش عايزين نكتر قوي بهارات، علشان طعم اللحمه ما يتغيرش معانا. كده كفايه وتمام قوي. هبتدي بقى دلوقتي اقلبها بس كده تقليبه، وخلاص كده هي بقت جاهزه معايا. هسيبها بقى لحد ما تبرد معايا تماما. بعد كده بقى هشوف البرغل بتاعي اللي انا نقعتهم في الميه والدقيق بتاع السميد. هما كده تمام قوي. ده بقى كده بعد ساعه. هبتدي بقى دلوقتي احط عليهم 3 معالق من النشا و3 معالق من الدقيق، واقلب بقى كده كويس، او اعجن بقى كده فيها عجنه محترمه. الكوبيبه بتحب العجن، يعني انت تعجني فيها اكنك بالظبط بتعجني عجينه. هعجن بس كده فيها لحد ما الدقيق والنشا يختفوا تماما مع العجينه بتاعتي. تمام كده. طبعا هي برضو هتكون بتلزق في ايديكي. بعد كده هبتدي بقى برضو دلوقتي احط لها البهارات والتوابل بتاعتها. حطيت برضو الملح المظبوط، حطيت شويه من بهارات اللحمه، وهحط معلقه صغيره مليانه من البابريكا. بصوا كميه البهارات يعني على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه وعلى حسب الكميه بتاعت البرغل اللي انت حطاها. يعني انا كنت برش رشات كده بصراحه، يعني ما عايرتش. فالحاجات دي بتبقى ايه يعني على حسب الذوق. تمام كده. هبتدي بقى دلوقتي اعجن فيها كمان عجنه كويسه. وطبعا هي في الوقت ده كده زي ما انتم شايفين برضو بتلزق في الايد معايا. بقى هنا ربع كوبايه من الزيت، هحطهم كده على مرتين. هحط كده نص كميه الزيت واعجن. وبعد كده هبتدي احط النص التاني. هي ربع كوبايه بس من الزيت. وعلى فكره وانا بحط البهارات حطيت كمان معلقه صغيره
مليانة من البصل البودر، ودي ضروري جدا، اوعوا تنسوها، علشان احنا مش هينفع نحط بصل مبشور علشان ما يبانش معانا بعد كده. خلاص كده انا يعتبر عجنتها عجنة كويسة قوي. هبتدي بس كده اختبرها اشوفها بتتشكل معايا ولا لسه محتاجة تتعجن تاني. هي كده تمام قوي زي ما انتم شايفين اهي، ناعمة معايا وزي الفل. هبتدي بقى دلوقتي انقلها كده في حاجة تانية واغطيها واحطها بس كده حوالي تلت او نص ساعة في التلاجة، يعني تمسك نفسها بس كده شوية. خلاص كده طلعتها من التلاجة والحشوة كمان معايا بقت جاهزة، ومش هشيل الاسترتش كله او الغطا اللي انا مغطيه بيه العجينه كده كلها زي ما انتم شايفين علشان وشها بينشف. يعني انا يا دوبك فتحت فتحه بس كده صغيره على قد ما هاخد من العجينه، مش هشيل كل الغطا، فاهميني؟ يعني لازم تكون متغطيه علشان وشها ما ينشفش معانا. وابتدي كده بصباعي اشكل كده، يعني اكني بقور بتنجانيه كده، او يعني بتقوري بطاطسايه في ايديكي. وبعد كده هتحطي فيها الحشوه وتبتدي بقى تشكليها زي ما انت عايزه. نصيحة بقى مني وانتي بتشكلي، لان بجد بتاخد وقت، وخصوصا لو اول مرة لازم بقى طبعا تحنتفي فيها وتجيبيها شمال وتجيبيها يمين علشان تديكي الشكل الكويس كده المظبوط. فنصيحة مني تكوني قاعدة ما تبقيش واقفة، لان بجد هتاخد منك وقت وهتاخد مجهود وهتتعبك. فمن الافضل ان انتي تكوني قاعدة علشان تقدري تشكلي كده بكل سهولة وما تتعبيش. لان طبعا كل واحدة هتحبي بقى، هي العجينة طرية هتيجي تظبطيها من ناحية علشان هي طرية قوي تلاقيها باظت من الناحية التانية، فخلي ايدك دايما خفيفة عليها علشان تتشكل معاكي على طول وبكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده انا بفتحها كده، يعني بحط صباعي فيها وببتدي اضغط عليها واعملها كده، اعمل لها تجويفة واحط فيها الحشوة وابتدي اشكلها بقى كده، اعمل لها البوزة بتاعة الكوبيبة المشهورة دي، واظبط فيها كده من الناحيتين. تمام كده اهي. طبعا انا قبل ما بشكلها انا بعوص ايدي كده حبه من الزيت علشان العجينه ما تلزقش بس في ايدي. وطبعا لو تقدري تحطي، بما انها بقى اقتصاديه فاحنا ما حطيناش اي مكسرات على اللحمه، لكن انت لو متوفر عندك وموجود عندك او عندك الامكانيات ان انت تجيبي مكسرات، تقدري تحطي مكسرات على اللحمه المفرومه عادي، مفيش اي مشاكل. تحطي صنوبر، تحطي جوز، تحطي عين جمل، اي حاجه تحبيها تحطيها عليها، بس بعد اللحمه ما تبرد مش وهي سخنه، علشان المكسرات من السخونيه ما تبقاش طريه وتبقى كده مقرمشه معاكي وانتوا بتاكلوا الكوبيبه. زي ما انتوا شايفين كده انا بحط صباعي كده فيها من جوه وببتدي اسويها كده واعمل لها تجويفه واحط فيها كده الحشوه، وبالراحه كده. طبعا انا مسرعه بس الفيديو، لكن بالراحه خالص كده ببتدي اقفلها وتعمل لها كده البوزه من فوق ومن تحت. ممكن كمان تعملي لها شكل، يعني بوزه واحده بس كده من ناحيه واحده اهي. هنعمل كده واحده دي. هو التشكيل سهل، يعني حتى لو اول مره تعمليها هتحسي ان هي صعبه كده في البدايه، لان العجينه بتبقى طريه قوي معاكي ولازم تعمليها كده بالراحه. بعد كده ايدك هتاخد عليها. ده كده شكل تاني اهي، نعمل لها كده ايه، بوزه من ناحيه واحده. انا كده خلاص خلصت الكميه كلها. انا هفرزها علشان احنا ان شاء الله باذن الله هنعملها اول يوم رمضان. هعمل معاكم بس كده كام واحده علشان تشوفوا النتيجه بتاعتها، والباقي خلاص انا كده هشيله عندي في الفريزر، هنعمله على فطار اول يوم رمضان باذن الله ان شاء الله. طبعا الزيت لازم يكون زيت غزير. الزيت يعني ما تحطيش الكوبيبه غير لما الزيت يسخن، بس النار تكون متوسطه. لازم النار تكون متوسطه علشان تبقى تاخد معاكي لون ذهبي حلو، وكمان تستوي من جوه وتدينا برضو القرمشه الحلوه كده من بره. هي كده كده هتقرمش معاكي وهتبقى جميله جدا. الريحه في الوقت ده كانت تجنن. طبعا مش هتقلبيها الا بعد ما بتحطيها كده بحوالي دقيقه، يعني مش اول ما تحطيها كده هتقلبيها علشان ما تبقاش طريه معاكي. انا ما بكترش قوي في الزيت علشان اعرف يعني اتحكم فيها وتبقى سهله معايا وانا بقلبها. انا مش بقلبها كتير خالص لحد ما بتاخد معايا كده اللون المطلوب وبطلعها من الزيت على طول.
الريحة في الوقت ده كانت تجنن. طالعة من الزيت اهي مقرمشة وجميلة جدا جدا، طعمها في منتهى الجمال والروعة. ان شاء الله باذن الله الطريقة تعجبكم وجربوها. طريقة جميلة قوي قوي قوي، وطعمها بجد حلو قوي، مش علشان هي اقتصادية طعمها مش حلو، لا بالعكس والله طعمها حلو قوي. وكل سنة وانتم بألف خير، ويا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.